فيديو اليوم باش يكون شوية حزين وفي نفس الوقت باش نحكيو على ابداعات متاع زوز رابرات خسرناهم في تونس وخسرنا الكرياتيفيتي متاعهم، والسيري ذي اش تتقسم على زوز فيديوهات اللي نحكيو فيها على امينو وحمزاوي. واول واحد نبداو بيه هو مروان الدويري اي امينو، مولود في عام 1990 وخرج خبر وفاته في 2016 بعد ما مشى يجاهد، وبرشا ناس لتو مصدقه الحكايه وكل مره يطلعوا اشاعه اللي هو مازال حي وكل حكايه الفيلم. اما احنا نحكيو في الاوفيسيال، الله يرحمه بالطبيعه وان شاء الله يكون مثواه الجنه. كان توف به امينو ما كان الجمله كيف الرابرات الاخرين في تونس، وكانت عنده افكار اخرى في مخه وحب يوصلها للناس، فما عباد قليل على الاخر فهموه وبرشا ناس ما فهموهوش، خاصه وقت اللي هبط تيتر بيرن اللي حكى فيه على 666 ولا بالاحرى 666 واللي هو رمز متاع عبيدة الشياطين ولا بالاحرى الماسونيه اللي توا تقريبا مسيطر على شر الرابرات المعروفين الكل، مش في تونس بالطبيعه اما البر. وزيد عمل فاصل المثلث بيديه في الكليب، وهذا زيد حير الناس اكثر وجاب له برشا سبان في الوقت هذاك. اما امينو وقتها حب يوصل ميساج بوزيتيف للناس اما ما فهموهوش. ومن الحاجات الاخرى صارت له في كاريره وهي بالطبيعه انه توصل الناس الكل سمعت بها الحكايه انه شد عامين حبس من غير حتى سبب، جوست خاطر ظهر اسمه في كليب ولد الكانس البوليسيه كليب، لا عملوا له لا عفو ولا شيء، وامينو عدى حبس عامين ظلم من غير حتى سبب. ومن وقتها ومن قبل زاد ومن اللي خرج من الحبس بديت نقمته على تونس تتزيد اكثر، ونقمته على البوليسيه تتزيد اكثر واكثر، لين وصل قال هكا في فريستايل في شمس فام. خليكم مع الفريستايل. في البلاد صار كريز باد لوف باد بيس، ساعات تجيني شاية باش نقتل البوليس، نهرب فلوسي للا السويس نعمل بيزنس في الخليج، انفغي بيد بوي غيشة مخسارة ما ركبتليش، تونس تقتل الطموح برشا شدوا معايا على روح، صاحبي بالا فخاول مذبوح داك كريمينال كي مونتور، ما عجبكش كلامي البوليس روح جو ريسبكت با ماتريكول 25 66 ميم وحابس ترو سواغ غرو نوار افيك طون تاي ريال حنشون جو تو فوا. وامينو ما وصلش عمل هكا كهو، ما وصل عمل حكايه اخرى ما تجيش المخ جمله، واللي هو كانش يعملها حتى في باروليتو كان يغني عليها الحكايه وما نجم حد يفيق بيه ويعاونه وينحيه له من مخ، واللي هي مشى يجيه، والحكايه ولات اوفيسيال من بعد ما هبطوا برشا فيديوهات اللي هو في سوريا. وهاوش نخليكم مع شويه فيديوهات يوريو كيفاش امينو كي كان غادي. مغني الراب التونسي الشهير أمينو انضم إلى داعش وكمان بدأ يدعو لداعش. يأتي إلى دار الإسلام والحمد لله. اعلموا أن يوجد سنة اسمها سنة الاستبدال فاتقوها، ويقول الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ووالله إننا نشوف الأعاجم الذين لا يتكلمون العربية ولكنهم فقهوا هذه الآية ونفروا وهاجروا إلى دار الإسلام. لالي يا لالي ألا يا 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 لالي يا لالي طرت في خاطري وبالي ولا تسألني عن حالي إذا فكري سرح فيها. أنا ما قصدي يا بنية تهز الوسط لحية تبيع الدين بس هي تخوني اللي يخاويها. أنا قصدي من اللي بالجنان الخلد ما تمل يا رب عيشوا لي حل وربي قدرها فيها. حور العين تسبيني يا رباه تعطيني وثبتني على الدين وبالفردوس ماشيها. 28 نوفمبر 2016. بعد ذلك كل النتيجة اللي طلعنا بها في الاخر وهي اخيب حاجة تنجم تصير هي موت امينو. اي صحيح الحكاية اوفيسيال ومش اوفيسيال فرد وقت، بعد ما في 2016 وصل خبر لعائلة امينو قالوا لهم فيه انه امينو توفى بغارة جوية وهو قاعد يجاهد، اما عائلته صدقتش الحكاية وحبت تزيد تتأكد منها. من وقتها ما سمعناش حتى خبر جديد على امينو، والحكاية لتو مازالت ما وفاتش، والناس تحب تعرف الصحيح كيفاش نوصلوا نخسروا رابور كيفو في تونس بالسهولة هذه، وكيفاش مواطن تونسي يوصل يكره بلاده للدرجة هذه. كهو والله يهدي اللي كان سبب في ذا الكل. هيك نكون وصلنا لاخر الفيديو متاع اليوم، ما بقى كانش نقولوا تنساوش لايك كان عجبكم الفيديو، ابوني للشين خلينا نسكروا 3000. بالطبيعه قولوا لي في الكومنتات كان فما معلومات اخرى على امينو باش نزيدوا نتاكدوا، ولا كان فما حاجه غلطه نصلحوها. كان معكم سي كيفون بالبلون، نخليكم في سلام.
مانيش هني وقتك ميت تهوي وقتك ميت في السماء من وقتيش قريب بلي قرايو ما وصلتش لليسي للي يسأل عطاش عطا بظهرو كي جبت الماء دي زاب واي دوين ذا في وقت كي خرجت وحرجت وقررت سلامة مظلوم ربنا ارحم عاشق علق يعرش يعوم طو على شكون نلوم بالضبط تكلم قول عملت لنبدا ناس فيك ونخبط هيك اش قال لي العون كي راني